أفاد مراسل بي إن سبورتس أن النجم المصري محمد صلاح أعطى موافقته للانضمام إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف، ليقترب بذلك جناح ليفربول من الانضمام إلى كوكبة نجوم الدوري السعودي. يد واحدة لا تكفي للعد، ويدان لا تفي بالغرض أيضا. لقد أصبح انتظار النجوم في المملكة العربية السعودية روتينيا اعتياديا لكل شغوف بكرة القدم. في قائمة التحميل هذه المرة برز اسم عربي له صوت يسمع صداه في كل أنحاء العالم، وصورة طفت وبرزت كلما ذكر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلما ذكرت الإرادة عن أي لاعب قادما إلى الأضواء العربية. المقصود هنا هو الفرعون المصري محمد صلاح. فقد كشفت مصادر بي إن سبورتس عن اقتراب النجم المصري من ارتداء قميص الاتحاد السعودي. الخبر اليقين أن صلاح أبدى موافقته الأولية في خطوة سعى فيها النمور إلى تعزيز صفوفهم بصفقات من العيار الأثقل، لكن هناك صدى يتردد في أروقة النادي الإنجليزي مفاده أن ليفربول يخشى أن يعجز عن إيجاد البديل الأمثل للفرعون المصري، فقد سبق للريدز أن تخلى عن فابينيو وجوردن هندرسون لصالح الدوري السعودي. هناك أيضا عين أخرى ينظر بها ليفربول إلى أمر صلاح، بأن الحل الأمثل يكمن في التخلي عن نجمه المصري الصيف المقبل بعد ضمان العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وامتلاك الوقت الكافي للتعاقد مع لاعب بديل من طراز عالمي. لكن النادي السعودي يضغط من أجل إنهاء الصفقة هذا الصيف وعدم الانتظار حتى العام القادم. وإذا نظرنا إلى الظروف المحيطة بصلاح، فبعض التسريبات تقول إن محمد صلاح يشعر بخيبة أمل كبيرة بفعل عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى جانب عدم حصوله على شارة القيادة بعد رحيل هندرسون. صلاح في حال تأكيد صفقته سيكون أمام واقعين: واقع مبهج صداه في السعودية، وواقع يردد بصوت حزين خافت في ليفربول: يا ليته لم يغادر أو أطال قليلا.